لم يختلف دعاة تجديد التراث الديني حول شخصية كما اختلفوا حول أبي هريرة. يرى المتحمسون للرجل أنه أسدى خيرا للأمة الإسلامية، لكن المنتقدين بحثوا في الدفائن الإسلامية وخرجوا بهذه الخلاصة: أبو هريرة كان يدوس الحديث عن النبي. فمن يكون أبو هريرة؟ الحقيقة الصادمة: لا نعرف من يكون ولا أحد يعرف، فقد نسبت إليه ما يزيد عن 10 أسماء مختلفة. في الجاهلية قيل إن اسمه عبد شمس بن صخر، وآخرون قالوا سكين بن جابر، والبعض رد بأن اسمه الحقيقي هو عبد غنم، واللائحة طويلة. الخلاصة: لا نستطيع حصر الأسماء التي نسبت لشخصية أبي هريرة. لكن لماذا أصبحت هذه الشخصية موضع شك لدى المنتقدين؟ أولا، لأن أبا هريرة أصبح بأحاديثه أكثر تأثيرا من صحابة التصقوا بالنبي طيلة حياتهم، فأبو هريرة روى عن الرسول أكثر مما روت عنه زوجاته وأصحابه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يتساءل المنتقدون: من أين أتت كل هذه الأحاديث بينما لم يكن النبي مكثارا ولا مهدارا بحسب عبد الله بن مسعود؟ ثانيا، أورد الحافظ شمس الدين الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء أن أبا هريرة كان يدلس ويلقي أحاديث غريبة بالمئات، بينما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ثالثا، أبو هريرة لم يصاحب الرسول كثيرا، فقد أجرى الباحث السوري وضاح صائب صاحب كتاب قتل الإسلام وتقديس الجنات أجرى عملية حسابية، فوجد أن أبا هريرة بقي في المدينة خلال حياة الرسول عاما ونصف العام فقط. يقول: كيف أتيح له أن يسمع ويحفظ آلاف الأحاديث عن النبي بلغ ما دون منها 5374 حديثا، وهو رقم يستلزم مصاحبة لصيقة للنبي لسنوات طويلة. قبل أن يعقب: صحابة لازموا النبي 23 عاما لم يروا عنه إلا بضعة أحاديث. رابعا، أكثر رجل من رواية الأحاديث، وقد استنكر عمر بن الخطاب ذلك باعتراف أبي هريرة نفسه. وحسب الذهبي فعمر بن الخطاب قال لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض القردة. وبالفعل فقد ترك أبو هريرة الحديث حتى مات عمر، ثم صحب معاوية وألقى الحديث مقابل المال. يقول وضاح صائب: توقف عن الحديث عن رسول الله إلى أن مات عمر، فعاد يحدث وقال: إني أحدثكم بأحاديث عن رسول الله لو حدثتكم بها في زمن عمر لضربني بالسياط. خامسا، تاجر بالحديث لصالح معاوية ولقب بشيخ المضيرة، فبعد مقتل عمر وعثمان وعلي انتقل الحكم إلى معاوية، وفي قصر الخليفة الجديد بالشام ظهر أبو هريرة من جديد يلقي الأحاديث. يقول الذهبي: كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت، وإذا أمسك عنه تكلم. وذكر الزمخشري في كتابه ربيع الأمرار: كان أبو هريرة يحب أكلة تسمى المضيرة فيأكلها مع معاوية، وإذا حضرت الصلاة صلى خلف علي، فإذا قيل له في ذلك قال: مضيرة معاوية أجزم والصلاة خلف علي أفضل. سادسا، خان أمانة المسلمين وضربه عمر حتى أدمى. يروي ابن سعد في كتابه طبقات الكبرى والبلاذري في فتوح البلدان أن عمر عنف أبا هريرة عندما ولاه إمارة البحرين لأنه سرق أمانة في بيت مال المسلمين وضربه بالدرة حتى أدمى. وأكد رواية ابن كثير. ويعلق وضاح صائب على الواقعة قائلا: هذه الروايات المجمع عليها تضيء جانبا لابد من أخذه بالاعتبار في تقييم الرجل ومدى مصداقيته وموثوقيته فيما نقله عن الرسول. سابعا، كذبته عائشة زوجة النبي، ففي رواية نقلها البخاري عن عائشة أنها خطبت أبا هريرة قائلة: إنك تحدث عن رسول الله بأحاديث ما سمعتها منه، فرد ساخرا: إنه كان يشغلك عن رسول الله المرأة والمكحلة. فأجابته عائشة: إنما أنت الذي شغلك عن رسول الله بطنك وألهاك نهمك عنه، حتى كنت تعدو وراء الناس في الطرقات تلتمس منهم أن يطعموك من جوعك فينفرون منك ويهربون. وأنت ما رأيك؟